بأن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجمع بين البشر هو الوتر. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. المسيرة الخضراء كحدث تاريخي جاء أولا في وقت دقيق من تاريخ المغرب، ثم إن الانبهار بهذا القرار فجر الكثير من الإبداعات في الموسيقى أساسا، فالمسرح، فالسينما. وكنتصور لو كان آنذاك في 74 و 75 موجود هذه وسائط الاتصال الموجودة حاليا من فيسبوك وانترنت وغيرها، لكان الأمر شيئا آخر. نبقاو في حدود الأغنية المغربية والموسيقى عموما، نقول إن المسيرة الخضراء وجدت صداها منذ الإعلان عنها إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من أقصى القرارات الممكن الذهاب إليها، وهي الحكم الذاتي الموسع في الصحراء. كان لنداء ملك البلاد صدى كبير عند الصغير والكبير، عند الغني والفقير، وكان منهم الكاتب والمطرب، وكان العازف والملحن. كان خطاب الملك الحسن الشرارة الأولى لإججات حماس الفنانين، وما بين ليلة ونهار إبداعهم تدفق أنهار، وفي اتجاه الإذاعة والتلفزيون كانوا ملبيين النداء في الحين. كلهم أمنوا بالقضية الوطنية، وعلى وقع الأغاني انطلقت المسيرة الخضراء في اتجاه الصحراء المغربية مع صفوف المواطنين الأبية. التلقائية التي وكبت هذا الحدث الذي أحيط بالسرية خلال مرحلة الإعداد، رغم هذه السرية فالفنان المغربي تعامل معه بتلقائية أحاطت به. وهنا غنستحضروا أول ما أنتج، وهو أغنية صوت الحسن إنادي، التي كتب كلماتها الأستاذ فتح الله المغاري والحنها الأستاذ عبد الله عصامي، وأدتها مجموعة من نجوم الغناء المغربي آنذاك والآن. يعني حتى وجود شي حاجة سميتها صوت واحد غير موجودة. صوت الحسن جسدوها على مستوى الأداء أنها صوت المغاربة كاملين، لذلك غنلقاو كل النجوم ديال ذاك الوقت كلهم بلباس عادي، باقي التلفزيون بالابيض والاسود، سجلت في الاذاعه هي صوتا وقدمت بلاي باك في التلفزيون. هذه الدلاله ديال هذه الاغنيه ان كل شيء هاد المغنيين كيغنيوها يمكن نقول يمكن جات بالتلقائيه، لكن اللي بعدنا عليها بسنين وسنين بدنا كنلاحظوا على ان الناس كانوا عارفوا اش كيديروا، كيفاش يعطيو المغاربه كلهم يغنيوها من خلال نجومهم في الاغنيه.
وصايبنا أغاني وطنية قبل، ولكن السر هو المسيرة الخضراء اللي نادى بها صاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه ويجد عليه الرحمات، تيقول غدا ستنطلق المسيرة بنظام وانتظام. تشوفي سيدنا تبارك الله بديك الروحيات وبديك العقل وبداك التفكير وبداك فهمتيني، وتتشوف فيه واقف بنظام يعني الفنانة سيتسنى خصو أم الكلمة سيتسنى، لأنه سيدنا راه ماشي قال لنا باش تصايبوا، ولكن هو راه المسيرة ناجحة بداك شوف بداك النشيد وبلا نشيد، لأنه راه مخططة كاينة ولا ما كاين، المسيرة مخططة مصايبة الله يرحمه ولكن حنا ملي تنشوفوا سيدنا والحماس ديالو والروحيات ديالو والناس اللي غاديه واللي كذا، جيت عند السي عبد السلام خشاب الله يرحمه قلت له السي عبد السلام ودابا سيدنا راه قال لك سيدنا راه قال باش غادي نطلقوا المسيره بنظام وانتظام، ما سمعتي والو؟ قال لي اياه، قال لي كيف نعملوا شي حاجه؟ قال لي سير عمل. كان السبت هذاك مشيت انا في هذيك كانت 12 دزت عند المغاري، دزت لعندو دقيت عليه اش اخبارك لاباس قعدنا هكا، قلت له الله يخليك السي فتح الله بغيت شي كلمات على المسيره الخضراء. قال لي واخا صايب، قال لي ميعادنا العشيه 8 خلط عليا، جيت لقيتهم صايب 2 القطع، نداء الحسن وقطعه اخرى. قال لي انت راني صايب 2 القطع شوف لي، قلت له ودي انا عجبتني هذا قطع صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرح يا ارض بلادي ارضك صبحت حره. قال لي اللي عجبتك هي، اديتها صباح الحد كنت انا ساكن في سميتو في شارع العلويين في حسان، جيت الصباح في 9 فقت، يعني حطيت حدايا واحد الطبيله وواحد الراديو صغير نقصرو تنسمع فيه دوك الناس اللي بغاو يمشيو للمسيره ها احنا غاديين هكذا كذا، بديت تنشتغل كملت المقدمه ما كايناش فهمتي، هذاك الشغل داك الاول ما كاينش. ايوا قلت غادي ندير الموسيقى بحال الكلام، ما جاتش ما بقيت تنشوف واحد الساعه انا قاعد، لان ما كانش فيها كلمات الله اكبر، ما كانش، وسبحان الله تنسمع في الفكر ديالي يعني تنسمع الله اكبر غير هذه تنسمعها هكا في الخيال، الله اكبر جات الله اكبر بداك التلحين الله اكبر ازت عليه انا الله اكبر سمعتي الله اكبر الله اكبر اخرى تاني الله اكبر الله اكبر، رجعت لهذيك نيت الياسين هي راه فيها غير 3 تلاعين في هذا الله اكبر الله اكبر اخرى الله اكبر
الحسن كانت وما زالت السيدة في رحاب أغاني الصحراء المغربية. تفتقت ملكة السي فتح الله المغاري أحد أعمدة الطرب المغربي، وكتب على لسان كل مغربية ومغربي: صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي، أرضك سبحت حرة، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. وبدوره عبد الله عصامي لحنها، وبالإيقاعات والمقامات المغربية تقنها. اللي خدم هذه العملية فيها بكل صدق هو التوزيع اللي خدته فيما بعد بفضل الجوق الملكي برئاسة أولا السي عبد القادر الرتبي فعبد السلام خشان. قوة الجوق الملكي أعطت لهذه الأغنية بعدا آخر بتوزيع هرموني فيه مجموعة من الترديدات إلى آخره، واللي جعلها تكون قريبة إلى نشيد اللي يمكن تحول حيدنا للغنى وأصبح تمويجا لأنشطة رسمية لاستقبالات رسمية وغيرها، وهذا شيء معروف الآن. والآن أصبحت موسيقى نازلة حتى كأصوات ديال منبه التليفون الآن، بمعنى أن بناءها اللحني جعلها الأقرب إلى توزيع جديد، واللي جعل الدخول إلى وسائط الاتصال الحالية في مقدمتها التليفون. القوة الثانية فيها وهي قوة الكلمة. وفتح الله المغاري ماشي أيا كان في الزجل المغربي، هو رجل يشتغل على البسيط السهل الممتنع، العمق متوفر لكن الكلمات ظاهرها بسيط وشاملة. القوة كذلك هي الوصف في الكلمات. أولا هي غادية متسلسلة بقصة صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، يعني الخطاب الملكي الذي تم فيه الإعلان. فوصف لنا السير بالمصاحف محمولة والأعلام وأن فيها شبان وشابات وهو إلى آخره، والتنوع والتعدد العرقي في المغرب. وهذا مقام النهوض على الصول علاش اخترته؟ لأنه جا في الوسط، تيمكن يغني فيه الرجل وتيمكن يغني فيه تغني فيه المرأة. يعني تنقول ديك الله أكبر الله أكبر، ما يمكنش يقولوها البنات، تنزل بهم تقول الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللحن بسيط كذلك، لكن شنو اللي يجعل يكون هذه القوة هذه وأنه مؤثر؟ أنه خدام الإيقاعات المغربية الأصيلة، لدرجة واحد السيد كيقول شوف قدرة عبد الله عصامي على أنه من واحد اللحن الشعبي بسيط استطاع يصنع هذا الجمال كامل. تراري داي 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 تيراراراراري، جملة بسيطة جدا لدرجة أنه الأطفال ديال الستينات والسبعينات كانوا كيردوا هذه نا بلار طاروجة عينوك حلا عوجة. أنا طفل كنت كنردد في هذا اللحن، لكن قوة السي عبد الله العصامي كيفاش هزها من الوجدان المغربي وعطاه هذا الجمال اللحني. سهله بحال شي نشيد ناجح، ماشي فيها با كومبليكي معقده ولا خاصك دير شي حركه هكا ولا هكا ولا الله اكبر الله صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء.
نشيد ناجح ومحظوظ اللي جمعنا ليه حنا كاملين كفنانه. ما كانش فوسنوت، ما كانش هذه كلشي جوست كامل باغي كلشي كيعرف اش كيدير كيغني. كانت هائله وكانت ممتازه، والكلام ديالها كان عاوتاني عظيم. الهم سيدي فتح الله المغاري جاتو الهام الكبير اللي تغنى ديك الاغنيه، وجا عبد الله عصامي كملنا القضيه وكملنا حنا عاوتاني كذلك كملنا القضيه مزيانه. كانوا واحد مجموعه ديال الفنانين قلال، ما كانش كثير بزاف ولا هذا. كان الغرباوي، كان الحياني الله يرحمه، كان سمير حمد الله يرحمه، كان عبد الكبير عماد عبد الكبير الله يرحمه، كان باجي ادريس الله يطول عمرها، كان محمد علي، محمود ادريسي. هذو هما اللي كانوا. اتفقنا على انه غادي نعاونوا سي عبد الله عصامي في الاغنيه ديال النداء الحسن، ديك الكلمه ديال الاستاذ ديالنا فتح الله المغاري. جمعنا دغيا في 3 ايام، يومين 3 ايام بقينا كنمرنوا. عصامي كيخدم ليل ونهار باش يكون في المستوى، وعاونوا اكثر في التوزيع الموسيقي هو عبد السلام خشان الله يرحمه مسكين تا هو. الراحل عبد السلام خشان كان هو الموزع الموسيقي الفنان لاغلب اغاني المسيره الخضراء، وكان له الفضل الكبير في خلود معظم هذه الاغاني داخل وخارج الوطن. وهب حياته وفنه لخدمه البلاد، وتلمذوا على يديه في الموسيقى شحال من استاذ واستاذ. كان عازف متقن لعدد كبير من الآلات، وفي آلة الكلارينات بالتحديد. درس في معاهد موسيقية مدنية وعسكرية، وقاد الجوق الملكي والأوركسترا السيمفونية بكل تفان وحب في التجديد. كان الرئيس المرحوم السي عبد السلام خشان من النابغة اللي تيسمع الجملة ويكتبها يعني من العزف ديال الملحن تينسخها تينوضها، وفي التنويط ديالو تيكتب تحت منها التوزيع الموسيقي. يعني ما تيقبلوش الوقت بزاف. وكنا حتى ملي تندخلوا للتسجيل تنديروا البروفا الاولى والبروفا الثانيه، هو يعني تنسميو تيحنس تيكتب النويطات الآلات النفخ وبعض القطرات الآلات الوتريه تيزيدوا نوات اخرين من فوق اللي تيتسمى التوزيع فوق اللحن، تيصوب هذا التوزيع. سبب النجاح ديال بعض القطاع المسيره هو التوزيع. يعني اللحن تيكون يعني ماده خام، وملي تيجي في اليد ديال الاستاذ خشان رحمه الله تيعطيه رونق اخر. وكذلك كانوا عازفين تبارك الله في ذيك الوقت، كانوا عازفين ذو مستوى عالي، والحمد لله وتوفقوا وكانوا تيحبوا الميدان الفني اكثر من هو مادي. المده اللي سجلنا فيها القطاع، يعني انا قلت لك 3 4 القطاع تيتسجلوا في نهار واحد، لانه حنا كآلة النفخ، انا من الناس العازفين ديال آلة النفخ كنا تنعزفوا مع الجوق الملكي، وبعد فتره تنمشيو نسجلوا مع الجوق الوطني، حيت حتى الجوق الوطني دار قطاع ديال المسيره تنسجلوا معاهم، لانه عمل وطني تنشاركوا تنخدموا بعضياتنا. ولكن الجوق الملكي بوحده والجوق الوطني بوحده. غير حنا كعازفين آلة النفخ، لانه الجوق الوطني ما عندوش آلة النفخ، تيحيلنا السي خشان الله يرحمه وتمشيو نسجلوا معاهم. السي عبد الله تيكتب تينوض،
وراه نوض القطعه ديالو جابها السي عبد السلام، والسي عبد السلام قام بالتوزيع ديالها. يعني كانت سهله بالنسبه على القطاع الاخرين، حيت كاين بعض الملحنين ما تيكتبوش ما تينوضوش، ولكن سي عبد الله من الناس اللي تيقارن التنويط، تيكتب تيقرا النوطه وجاب داكشي مكتوب. يعني تيبقى غير التوزيع الموسيقي دارو السي عبد السلام قسام. بصراحة يعني كانوا قطع اللي هما حنا براسنا ما كناش عارفين بأنه ديك القطعة غادي تكون عندها يعني هي اللي غتكون الأولى لأنه دارت لها واحد المباراة تقريبا. كنا تنقولوا يعني القطعة ديال السي عبد القادر الراشدي، القطعة ديال عبد السلام، القطعة، ويعني كل واحد يقول يعني، وتفاجئنا وفعلا القطعة ديال السي عبد الله تترونق، وهي اللي دات الجائزة الأولى والرقم 1 لأنه كلمة الله أكبر عطاتها رونق، واللحن ديالها دار يعني التهويرة ديال السي عبد الله بكل صراحة، التهويرة ديال السي عبد الله والتهويرة ديال الأستاذ فتح الله المغاري. هنا غتدخل عاوتاني تجربة أخرى غير الأغنية العصرية، وهي تجربة جيل جلالة. ميمكنش نتحدثوا على صوت الحسن كأغنية عصرية بدون ما نتحدثوا على العيون عينية، وهي في نفس السياق كذلك. أغنية استطاع شهرمان رحمه الله باعتباره هو شاعرها أن يوظف فيها خياله ويعطينا صورة مشهدية للمسيرة وكيف ستكون، وتوفقات إضافة إلى ذاك المزج الموجود فيها ما بين ما هو زجال وبين الشعر العربي أصيل مأخوذ من البيت الأخيرين، مأخوذ من البردة للإمام بوصيري. العيون عينية كانوا جيل جلالة كيتغنوا بها قبل الإعلان على المسيرة، ومولاي عبد العزيز الطاهري هو اللي كتب المطلع ديالها على نفس السيرة. العيون عينية، الساقية الحمراء ليا والواد وادي يا سيدي، 8 ساعات كانت كافية باش جيل جلالة يكملوا تأليف الأغنية بعد نداء ملك البلاد، وتولى تأليف الخاتمة ديالها الراحل محمد شهرمان بإحساس ولد البلاد. هو المراكشي اللي سخر حياته لصناعة الكلمة وطرزها في الفؤاد، وقال بجاه العظيم الرحمن العدل جا وبان البرهان.
هذا اللحن باصوات متعدده وبالات غير عصريه، لان الطبله والطاره والدعدوع والتعارج والى اخره والهجوج كذلك، والسنتير عند جلاله ماشي هو الاكورديون والبيانو والكلارينيت عند الجوق الملكي او الجوق الوطني انذاك اللي دار صوت الحسن. واستمرت هذه العمليه للاسف في المجموعات والظاهره الغنائيه مشوش كثيرا في هذا الاتجاه، لكن الاغنيه العصريه استمرت لما الجوق الوطني من جهه والجوق الملكي من جهه ثانيه حملوا على عاتقهم هذا البعد الوطني. العيون عينية الساقية الحمرانية والواد وادي يا سيدي، هذه كانت قبل من المسيرة، هذه من الغرائب كاين اللي ما تيتيقعش. وحنا هاد الجملة هذه غنيناها في طنجة في صيف 1975 بحيث المسيرة. حنا غنينا مثلا في جوي اوت بدا الاعلان على المسيره ولا سبتمبر، بحيث حيث خطب الملك باللي غادي تكون المسيره. احنا جلسنا بعضياتنا تنقولوا خصنا نقولوا الراي ديالنا في هذه العمليه الا كنا فنانين حقيقيين. خصنا نقولوا الراي ديالنا، ماشي تسكت، ما تسكتش، يكون عندك موقف. فاتفقنا قلنا خصنا الموقف ديالنا خصنا نقولوه بطريقه فنيه وهي العيون عينيه. بجاه العظيم الرحمن الله 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 الجوبان البرهان الله الله وفي حقنا في الميزان الله الله امام فروس العربان الله الله حاملين القران الله الله صلوا على النبي العدنان الله الله بجاه العظيم الرحمن الله الله لعدل جوبان البرهان الله الله وفي حقنا بالميزان الله الله امام ابو فروس العربان الله الله حاملين القران الله الله صلوا على النبي العدنان الله الله شاه العظيم الرحمن الله الله وفي حقنا بالميزان الله الله لعدل جوبان البرهان الله الله امام ابو فروس العربان. جلسنا واحد الليله تجمعنا جماعه المراه صوبنا اغنيه كل شيء كان فيها جلس، هذه من الحويجات الزوينه. فخدمنا فيها من 9 الليل حتى 4 الصباح، وجاب الله التيسير صوبات كامله والتمرنات ديك الساعه والتوزعات ديك الساعه حيت كل شيء كاين. 9 الصباح جينا على الاذاعه، جينا لهنا عين الشق، هنا شجنا بحيث الاغنيه ولات مشات مع المسيره. اللي انطلقت المسيره كانت العيون عينيه. عيون عينية صافية الحمرانية والواد وادي ياسين والواد وادي والواد وادي ياسين والواد وادي. عيون عينية صافية الحمرانية والواد وادي ياسين والواد وادي والواد وادي ياسين والواد وادي. نمشي
الله والنبي والقرآن معانا نمشي نعطيك فوق السلام الله والنبي والقرآن معانا. قد واحد النجاح كبير، ولكن المجموعه خسرت في واحد العدد ديال الحوايج. شنو هي؟ ولا عندنا الحصار في اوروبا، بحيث كاع الناس اللي هما ضد المغرب اللي هما كانوا تيروجوا الحفلات، يعني داروا حصار على الجيش هذا تقريبا واحد 4 سنين. 4 سنين ما باقيش حطينا رجلينا في اوروبا، لا فرنسا ولا بلجيكا ولا هولندا ولا ايطاليا ولا اسبانيا. الله ونوار اليقين سابقانا الله ونوار اليقين سابقانا الله ونوار اليقين سابقانا وإيماننا يحطم كل طريق على بلادي يا سيدي وعلى بلادي كنا واحد المره في 83 كنا مشينا للجزائر والمهرجان ديال تيمقاد، فمشينا للمهرجان، اتفقنا مع وزاره الثقافه، مشينا باش نشاركوا، لقينا بوليساريو مشارك. قلنا المدير، قلنا له ما يمكنش، احنا ما يمكنناش نخدموا مع بوليساريو، عندنا موقف معهم. مسكين بدا تيبكي، قال لك راه الجمهور جاي غير على قبالكم، كي غادي ندير هذه مشكله كبيره هذه. قلت له ولكن غادي نغنيو العيون عينيه، قال لك غنيوها. حيت كانت هي السر باش يمكننا ندوزو الفيستيفال. فدوزنا ديك العيون عينيه، الجمهور كله هو تيغنيها معنا الجزائري. وجيل جيل هذيك الاغنيه ديال العيون عينيه، هي كيف كان تيقول السي محمد شهرمان الله يرحمه، كان تيقول على ان كانت كتابات من قبل شويه، ولكن هذاك الحدث اللي تحرك فكيبين على ان الاحساس الرهيف ديال شهرمان ابن هذيك البيئه المراكشيه والوطن ديالو، فكان لابد انه يتحرك. كتب هذيك القصيده الجميله ديال العيون عينيه، واللي فيها يجمع فيها كل شيء، فيها ما هو صوفي، ما هو وطني، ما هو يعني كيفاش نمشي وكيفاش نهزوا القران، كيفاش الله كذا، واشارات ايضا حتى الناس اللي هما كيعاديونا. هذه بجاه العظيم الرحمن الله 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 الجوبان البرهان الله الله وفي حقنا بالميزان الله الله امام فروس العربان اغنيه من الخالدات. الان نتحدث عن الخالدات في الشرق في المغرب، ولكن لا نتحدث عن الخالدات من بينهم هذه الاغنيه. ثم السرعه اللي تم بها الانجاز ديال هذه الاغنيه، هذا هو اللي كيجعلنا اننا نتوقفوا عليها. ماشي غير واحد العدد، صوت الحسني نادي، وكان واحد المجموعه ديال الاغاني، ولكن هذه الاغنيه مع جيل جيلنا بواحد الطريقه كيفاش تنجزات، كيفاش تحفظات، كيفاش تلقحات، كيفاش تصوبات، كيفاش مع مولاي عبد العزيز الطايري ايضا المسكون والمهووس، طاهر الاصبهيني، يعني هاد عبد الكريم، هاد الناس اللي كانوا حسن، اللي كانوا يعني مهووسين بهاد الامور هذه. وكيفاش خرجت هذيك الاغنيه، رغم ان
يعني ما كانش واحد الخدمه كبيره في الميازن ديالها وكل شيء، ولكن الكلمات في هذه المره كانت الكلمات كان عندها وقع اكثر من النغمه. النغمه مشات ولكن بقات الكلمات، خاصه ملي في الختام ديالها عندما يسرد مولاي عبد العزيز الطاهري اللي كنحييه بهذه المناسبه، كان كيسرد هذوك الكلمات الله والقرآن والنبي والقرآن معنا بهذيك الطريقة. كانت فيها واحد النوع ديال أغنية شعبية وطنية ولكن حماسية أكثر. اليوم الميعاد نسالو الرحيم، ضربات عنق ضربة علامنا في العيون، يقبل السماء ويقول للتاريخ هاك المزيد، ها صفحات جديدة من مجادي يا سيدي، نمشيو في كفوف السلامة، الله والنبي والقرآن معانا، نمشيو في كفوف السلامة، الله والنبي والقرآن معانا. منذ انطلاق المسيرة عشرات الأغاني تألفات وكل الأجواق الوطنية والجهوية تجندات، وسنة بعد سنة كيحتفلوا بها كل الفنانين الموسيقيين ولا الأوراش الكبرى في الصحراء المغربية مواكبين. فكان من الملحنين عبد القادر الراشدي والعربي الكوكبي وعبد النبيل الجراري وابراهيم العلامي، عبد الوهاب أقومي ومحمد المزقلدي وأحمد الغرباوي. ومن الكتاب كان علي الحداني والمهدي زريوح وعبد السلام البقالي وأحمد طيب العلج ودريس الزمراني. شاركت في المسيره الخضراء ديال نداء الحسن، ودرت يا الزاير ارض الصحراء ديال عبد الله الجويلي، جمال الدين مجخرون الكلام ديالها، وغنيتها له يا الزاير ارض الصحراء مع الحاجه حليمه، دارت معايا الكورال والبنات ديالها. يا الزاير ارض الصحراء مرحبا بقدومك ليها، صبحت رايتها حمراء ترفرف في دماليها، صحراء حرة مغربية. كان قطاع بحال القطاع ديال العربي الكواكبي وديال السي عبد القادر الراشدي، هادو قطاع كانوا السي عبد السلام بن عبد السلام، وكذلك بعض القطع اللي نسيت لانهم ما تيدوزوش دائما نسيناهم، ولكن كانت قطعه اللي هي قبل من المسيره اللي هي ما تنساش، اللي هي عيد الصحراء دارت قبل المسيره، هذيك ما تنساش نهائيا، فيها واحد الرونق وفيها واحد حتى هي عندها الريحه ديال الوطني نيت بكل معنى الكلمه ديال السي عبد القادر الراشدي. يا عيد الصحراء يا عيد، أغزالك اليوم سعيد، وهبت ريح بنسام الشيح من أرض الرملة الذهبية، من ديك القصور الفيحة بعطور، ومن النخلة العالية المسكية.
يا عيد الصحراء يا عيد ويا عيد الصحراء يا عيد يا عيد الصحراء يا عيد راه غزالك اليوم سعيد. الناس من خلال الأغنية عرفوا حدود المغرب. عدد الناس ما كيعرفوش شنو هي الدخله وشنو هي القويره وشنو هي بوجدور والعرقوب وغيرها. من خلال مئات الاغاني اللي وكبت المسيره وكبت احداث المسيره باش نفهموا هذه القضيه. حدث المسيره كحدث فتح ملف الصحراء، راه عرف مجموعه من التحولات. عرف المسيره كمسيره، عرف عوده الداخله في 79، عرف الذهاب الى نيروبي 82 83. هذه الاشياء كلها تواكبت. للأسف توقفت الآن عند الحدث الحقيقي الكبير، وهو مقترح الحكم الذاتي والجهوية الموسعة. وفي هذا الإطار يمكن نقول أن المسيرة أعطت الروائع اللحنية. ما يمكنش نساو محمد عبد السلام شنو دار في هذا الإطار، عبد الهادي بالخياط الجمال اللي غنى، محمود الإدريسي. وكل ما بعدت علينا هذه الأغاني في الزمن وسمعناها إلا وكيزداد فهمنا أنها كانت قوة لحنية جميلة وقوة زجلية كذلك متميزة. إلا كان الأطفال مازال كيهزهم ذاك الإيقاع ديال صوت الحسني نادي، فهذا يعني أن هذا الوجدان المغربي يتفاعل مع هذا النوع من الأغاني، بمعنى أنه نحن في حاجة إلى إنتاجات مواكبة. بالضرورة خصها تكون بلغة جديدة، بألحان جديدة، وبآلات جديدة، وبتوزيعات جديدة، وبمدة جديدة. ماشي هي 12 دقيقة و 14 دقيقة. يمكن نمشيو للأغنية الخفيفة ديال 3 ديال الدقائق ونعطيو فيها شي حاجة وطنية. التجربه مثلا اللي عطيتي ديال عبد الوهاب الدكالي وناعمه مع الكلمات ديال البتولي هي مخالفه تماما لما كانت عليه الاغنيه الوطنيه سابقا، بمعنى انه ما يمكنش شي مجتمع يعيش بدون مواكبه فنيه. هذا امر لا جدال فيه. جميل من أيام تاريخنا الأغر، سجد سيدي سيدي لله وصلى صبحو، هز كفوف الله في الفجر، دعاه منحو النصر، من عرش وفوق جواد وانطلق، ساير ساير في رحلة النصر. يرسم بالاخضر
سهرتم معايا ردوا ورايا، سهرتم معايا ردوا ورايا. سيدي ومولاي عزي وهنايا، سيدي ومولاي عزي وهنايا. ساير اليوم في رحلة النصر، سيدي ومولاي عزي وهنايا، سيدي ومولاي عزي وهنايا. سير اليوم في رحلة النصر. بالضرورة أن نعبئ الناس، تعبئة الناس من خلال الأغنية ستكون أكثر تأثيرا، والدليل أمامنا الآن وهو الحدث ديال المسيرة الخضراء. شنو صنعات الناس؟ غاديين ما عارفينش فين غاديين، اكتفى كاين اللي هز شاكوش فيه 4 ديال الحويجات وغادي، واش غياكل واش غيشرب واش غادي يرددوا أغنية أو 3 الأغاني أو 4 ديال الأغاني، إلى جانب ترديد القرآن والصلاة إلى آخره. إذا الحاجة إلى أغنية وطنية اللي كتواكب الأحداث الوطنية المتنوعة بالضرورة. الأغنية اللي ما غتلعبش دور التحسيس والتوعية ما بقاتش أغنية، لأن الأغنية العاطفية متوفرة، لكن الأغنية المواطنة إلى صح التعبير كنا نخترعوا شي حاجة من هذا النوع. أغنية مواطنة بالضروري يجب أن تنخرط في قضايا الوطن وأسئلته. قضايا الوطن تتنوع، الآن الوحدة الترابية هذا مسلسل، كاين قضايا أخرى. المغرب كيعرف ورش ديمقراطي كبير، المغرب الآن عنده امتداد إفريقي مهم جدا. أين هي الأغنية التي يمكن أن تواكب هذا؟ هذا سؤال كبير كطرحه علينا مناسبة الأغاني الناجحة للمسيرة الخضراء. سيد الشعب يصحى ونبي في كل بقعة الخيام، الخيام الخيام الخيام.